عربية إسعاف بتجري وسط زحمة القاهرة، والسواق بينادي على الناس عشان تبعد عشان ينقذ حالة من الموت. ومجرد ما وصلت الإسعاف للشقة كانت الصدمة كبيرة. بنت في الثلاثينات بقت حتة فحمة سودة، النار كلتها كلها. ولما سألوها إيه اللي حصل ردت بكلمة واحدة: جوزي. في دقايق الإسعاف وقفت عند باب الطوارئ، الدكاترة والممرضين كلهم كانوا مستنيين. الباب اتفتح بسرعة والمريضة اتشالت على سرير العمليات، بس المنظر كان مرعب. البنت الشقرة الجميلة كل ملامحها اتبدلت، جلدها بقى اسود وشعرها اتحول رماد، كانت شبه الجثة لكن قلبها لسه بيدق. وقبل ما الدكاترة يبدأوا شغلهم بسرعة سألوها مين اللي عمل فيكي كده؟ ما كانتش قادرة تتكلم ولا تقول أي حاجة إلا كلمة واحدة: جوزي. وحتى ما لحقتش تكملها ودخلت في غيبوبة. والكلمة دي كانت كفيلة تخلي الموضوع يتحول لجريمة شروع في قتل. دخلوا البنت العمليات فوراً عشان ينقذوها، وعلى طول المستشفى بلغت الشرطة طبعاً باللي حصل، ووصل ضابط المباحث. بس المشكلة إن البنت غابت عن الوعي ومفيش أي فرصة إنه يسألها، وكان الخيط الوحيد اللي ممكن يوصله لأي حاجة هو الدكتور اللي كلمها قبل ما تدخل في الغيبوبة. الضابط سأله عن اللي حصل فبلغوا إن البنت قالت جوزها اللي عمل فيها كده، وطلب إنه يسأل البنت لما تخرج من العمليات لو حالتها الصحية تسمح يعني. والدكتور قال له استحالة، دي في غيبوبة. ما كانش قدام الضابط إلا إن شهادة الدكتور تكون هي الخيط اللي هيبني عليه شغله. كتب محضر واترفع للنيابة، وطلع قرار بالقبض على جوزها. الضابط جهز القوة وراح يقبض عليه، كان متوقع يلاقيه هرب بعد اللي عمله، لكنه اتفاجئ بحاجة يمكن أول مرة كان يشوفها. فتحوا باب الشقة لقيوه قاعد لوحده على كرسي في الصالة ومنهار ودموعه نازلة، بيعيط على مراته اللي بين الحياة والموت. جوزها اتاخد على الاسم وبدأوا التحقيق معاه، وقعدوا يدوروا على الشهود، فاستدعوا الجيران اللي ممكن يكونوا سمعوا أي حاجة قبل الحادثة، صوت عالي ولا خبط ولا شتيمة من الراجل لمراته مثلا. أول جارة قالت وهي مترددة شوية إنها سمعت صريخها، وكانت فاكرة إنه بيتخانق معاها زي كل يوم، بس لما صريخها طول قلقت وجريت على الشقة ولقيت الباب مفتوح، فدخلت وشافته بيحاول يطفي النار اللي فيها. جارة تانية قالت إنه ممكن يكون عمل فيها كده الأول وبعدين حاول يطفيها عشان يداري جريمته، وخاصة إنه على طول بيتخانق معاها وكان بيغير عليها جدا وعمره ما كان بيطيق حد يبص لها. جار تالت قال للضابط إنه كان عصبي جداً وغيور عليها قوي، وشافه أكتر من مرة بيضربها. كل الكلام ده كان كفيل يخلي جوزها يلبس القضية، وكلامها قبل ما تدخل في غيبوبة وأقوال الشهود كلها بتقول إنه المتهم. الضابط بصله وسأله بهدوء: إيه رأيك؟ محاولش يبرأ نفسه واستسلم بشكل كامل قدام كل الكلام ده، وقال له: أيوة أنا القاتل. الجريمة بقت مكتملة الأركان، الجيران شهدوا وجوزها اعترف، وبالتالي النيابة حبسته بتهمة الشروع في القتل. وفي طريقه للسجن كان ماشي كأنه مربوط بسلاسل حديد، ما تكلمش مع حد ودماغه كأنها عطلانة ولسه بيعيط. ورغم كل ده الضابط اللي حقق معاه كان شايف إن القضية دي فيها حاجة غلط، وما كانش مستريح لسير القضية بالشكل ده. أصل إيه اللي هيخلي واحد حاول يقتل مراته يعيط عليها وباين عليه الانهيار مش الإحساس بالذنب؟ وكمان الجيران قالوا إنه كان بيحبها قوي وبيغير عليها جدا. لف الضابط بعربيته ورجع تاني للمستشفى وصمم يدخل للبنت يشوفها. دخلها العناية المركزة، كانت نايمة وبتتنفس بالعافية. الدكتور كان واقف جنبه. الضابط قرب منها وقال لها: أنا مش طالب منك غير الحقيقة، ربنا هيحاسبك، جوزك حاول يقتلك. وكانت لحظة من أطول اللحظات في حياته. فجأة البنت فتحت عينيها وقالت له 3 كلمات بالعدد: لأ، جوزي بريء. الضابط اتصدم، لكنه صمم يخليها تقول أي حاجة تانية عشان يفهم بدل ما يرجع تاني لنقطة الصفر. وبعد محاولات منه اتكلمت، لكن بصوت أضعف، وقالت: أنا اللي عملت كده في نفسي، كنت مخنوقة من كتر الضغط والخناقات والضرب والإهانة، وشيطاني وسوسلي، بس لما حسيت بالموت خفت واتهمته. وقبل ما تكمل كلامها ماتت.
ومع أذان الفجر كان جوزها بيطلع من الحبس، لكن الضابط استغرب موقفه قوي وسأله ليه اعترفت بجريمة ما عملتهاش؟ الراجل اتكلم من بين دموعه وقال له لأني ما أقدرش أعيش من غيرها وكنت هنتحر لو ماتت، فقررت أموت بطريقة تانية. ودي كانت جريمة مش سيمة، حكاية لجريمة حقيقية من دفتر محكمة الجنايات.